حبايبي، اخباركم ايه؟ وحشتوني. انا ولا عزت ورجعت لكم بفيديو جديد. فيديو النهارده هنعمل فيه شويه مخبوزات. احنا طبعا كان في يوم شم النسيم. شم النسيم جاي السنه دي في رمضان. طبعا كان صعب الولاد ياكلوا رنجه او فسيخ او اي حاجه من كده او اسماك عموما. هم مش بيحبوا ياكلوها في الصيام، فحبيت ان انا اعمل لهم شويه مخبوزات حلوه قوي. تعالوا نشوف هنعملها ازاي وهتعجبكم ان شاء الله. عجينه سهله وبسيطه. آمم، شايفين شكلهم حلو إزاي؟ تحفة جدًا. وعملنا كمان apple pie اللي هي فطاير التفاح، برضه بطريقة حلوة وسهلة أوي. وكمان عملنا بيض ملوِّن وكده عشان نعمل إيه، يعني جو كده بهجة كده للولاد في البيت. أول حاجة أنا جبت كيلو دقيق وحطيت عليه معلقتين سكر، وحطينا كمان معلقتين خميرة صغيرين، معلقتين سكر كانوا كبار، معلقتين خميرة صغيرين أو واحدة كبيرة، وكمان حطيت شوية ملح. هنخلطهم مع بعض كويس. طبعًا بقى اللي بيطري العجينة وبيخلّيها حلوة أوي الزبادي. حطيت كمان معلقتين زبادي، ممكن أحط العلبة كلّها كمان ما فيش مشكلة. تمام. وكمان عجنتها بمَيّة دافية. طبعًا بعد ما أعجن أي عجينة لازم أسيبها تتخمر كويس. بعد بقى ما عجنتها كده حطيت لها ربع كوباية زيت، ولميتها تاني، لميت بيها العجينة وسِبتها بقى لحد لمّا تتخمر. أنا سِبتها حوالي ساعة تتخمر في الجو بتاعنا ده. تمام. شايفينها بقى بعد ما خمرت بقت حلوة إزاي؟ هابتدي بقى كالمعتاد أعملها كرات وأقسّمها وابتدي أشكّلها. هنعمل منها تشكيلات تحفة. أول حاجة عملت حاجة اسمها البيتزا التركية أو شبهها كده. عملتها كده شكل دائري كده أو بيضاوي بمعنى أصح. طبعًا بافرد العجينة على دقيق وبارُش عليها دقيق عشان ما تلزقش معايا. الزبادي بيخلّي العجينة تلزق شوية. هابتدي بقى أعملها كده من الجناب، أتني الحروف لجوّه كده وألمّها كده من الأطراف. شايفين الشكل ده؟ تمام. عشان هابتدي أحشيها من جوّه. وهاضغط عليها كده على الأطراف من جوّه عشان ألزقها في القاعدة بتاعتها. تمام كده. هابتدي بقى أحطهم في صينية طبعًا مدهونة أي مادة دهنية وإيه مرشوشة يا دقيق يا إما سيمولينا، وهو دقيق البسبوسة يعني. حشيتها بقى جبنة كيري، ممكن تحشيها بالجبنة اللي أنتِ تحبيها بالشكل ده. طبعًا الحشوة دي ترجع ليكِ أنتِ. طبعًا هي بتتساب مفتوحة كده ما بتتقفلش. وحطيت كمان قطع بسطرمة، ممكن تحشيها عصاج، ممكن تحطي لها جبنة وزيتون. ممكن حاجات كتير جدًا، وأي نوع جبنة زي ما قُلنا. تمام. هاسيبها بقى لحد لمّا تخمر كمان. وهابتدي بقى أعمل شكل تاني. الشكل التاني ده هاحشيه تونة و ومايونيز. وبعدين بعد ما حشيتهم هابتدي أقفّلها كده بالشكل ده. وبرضه هاحطهم في صينية برضه مدهونة ومرشوشة دقيق أو سيمولينا. الشكل التالت بقى أعمله زي خبز كده برضه تركي شكله حلو أوي. فردتها كده دايرة وهاسيبها لحد لمّا تخمر، وبعد كده هاقول لِك هنعمل فيها إيه. الأطراف بقى بتاعة العجينة بتاعتي جبت عسل أسود وخفّفته بمَيّة، وهابتدي أدهن الأطراف كده عشان لمّا أرُش سمسم أو حبّة البركة تلزق عليها بسهولة ويدّيني اللون الأحمر الحلو. تمام. ده سمسم وحبّة البركة رشيته كده على الأطراف. العسل الأسود بالمَيّة المتخفف بالمَيّة ده بيدّي نتيجة حلوة أوي. شايفين شكلها بعد ما خرجت كانت تحفة جدًا. بُصّوا بقى الخبز بقى اللي أنا سِبته فردته كده دايرة وسِبته، هابتدي أشكّله بالشكل ده، بعد ما خمر طبعًا. إيدي بقى بتعلّم بيه كده داير ما يدور، وهيبان أكتر لمّا يتخبز. هابتدي أعمل فيه سمبوكسات بقى كده الأول، خطوط طولية كده وبعدين أعملها بسمبوكسات.
ده كله بإيدي. شايفين؟ سهلة جدًا. هو ده كان شكله هيبان أكتر لمّا يتخبز. وبرضه هادهنه من العسل والمتخفف بمَيّة، وأرش عليه رشة سمسم وحبة البركة بسيط. وأسيبه برضه شوية. نيجي بقى للapple pie أو فطيرة التفاح. أنا كان عندي spring rolls عجينة، وقُمت حشيتها بيها، وابتدي ألفّها كده. تاني حاجة أنا ما حمّرتهاش في زيت ولا حاجة، أنا دخّلتها الفرن، دهنتها زيت ودخّلتها الفرن. دي العجينة بتاعتي المتخففة بمَيّة برضه اللي بالزق بيها. تمام. التفاح طبعًا طريقته ما قُلتلهاش في الفيديو ده، أنا كنت ما صوّرتهاش بصراحة. كان عندي تفاح وكان خلاص ما حدش راضي ياكله يعني، فقُلت لأ، قطّعته مكعبات وحطيت عليه سُكّر وقرفة وحطيته على النار لحد لمّا اتكرمل. فدي الحشوة بتاعتي. وممكن العجينة اللي أنا كنت شغّالة بيها ممكن برضه أحشيها نفس الحشوة دي وأعملها فطاير، بتبقى حلوة جدًا برضه، بس أنا قُلت أغيّر. تمام. يبقى التفاح باقطّعه مكعبات واحط عليه سُكّر واحط عليه قرفة واسيبه على النار لحد لمّا يتكرمل. حطيتهم بقى في صينية ودهنتهم زيت وادخّلهم تحت الشواية في الفرن واقلّبهم شمال ويمين لحد لمّا ياخدوا لون. بُصّوا بقى المخبوزات بتاعتي كلّها لمّا اتخبزت شكلها كان تحفة إزاي، حلو أوي، 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 طرية وجميلة. وريحتها كانت تجنن في البيت. وعملت معاهم كمان سلطة coleslaw بس ما اتصورتش في الفيديو ده. وسلقنا بيض وحمّرنا بطاطس. كانت أكلة سهلة وبسيطة. ده عيش البيض أهو، ده العيش التركي اللي أنا قُلت لكم عليه. ودي المخبوزات اللي محشية تونة، ممكن برضه تحشيها أي حشوة أنتِ حاباها. هي العجينة كلّها واحدة. تمام. هنشوف بقى الفطاير اللي هي بالتفاح، رشيت عليها سكر بودرة، وده كان شكل السفرة بتاعتي. كانت جميلة جدًا، جربوها وقولوا لي رأيكم إيه في التعليقات. العجينة دي اعتمدوها، اعملوا بيها كل المخبوزات اللي ممكن تتخيلوها، وأي حشوة عندكم ممكن تحشوها بيها، هتبقى تحفة جدًا وجميلة من إيديكم، واملوا البيت خير. يا ريت لو عجبنا الفيديو ما ننساش اللايك والشير والاشتراك في القناة، وتابعوني على كل حساباتي. سلام.